السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم جبت لكم طاقيه السلطان اللي كما كتعرفوا دايره حاله في التواصل الاجتماعي. جبتها لكم بطريقتي بمقادير اللي هما بساطين، وراها كتجي خفيفه وقطنيه، كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون تنال اعجابكم. كنتمنى الناس اللي مازال ما مشتركينش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد. ما تنساوش لايك الفيديو وكومنتير زوين. نمشي معكم المقادير والطريقة ديال التحضير. هنايا بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كاس قل ربع ديال السكر، غادي نزيدو نضيفو معاه نص كاس ديال الحليب يكون دافي، ونص كاس ديال الماء اللي حتى هو دافي. بالنسبة للحليب والماء غير دافين وصافي، ما يكونوش سخانين. هنايا غادي نزيد نضيف ربع كاس ديال الزيت، وغادي نضيفو واحد الساشي ديال الفاني. هنايا غادي نخلطو الخليط غير واحد شوية حتى يتجانسو لينا مع بعضياتهم. من بعد هنايا غادي نضيفو ابيض بيضه، الاصفر غادي نخليوه للدهن. غادي نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال الخماره ديال الخبز. غادي نخلطو الخليط مزيان. صافي في هذه المرحله كما شفتوا خلطنا الخليط مع بعضياتو مزيان. هنايا غادي نبداو كنضيفو الدقيق شويه بشويه وحنا كنلمو الخليط. دائما الدقيق في اي حاجه كانت في لي كيك اولا في البريوش ولا في اي حاجه، دائما كنضيفو الدقيق شويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كنتحصلوا على العجينه اللي احنا باغيين. هنا في هذه المرحلة ممكن تلموا العجينة باليدين ديالكم، اولا ممكن انايا جبت سباتشل بحال هذا وكنلم به العجينة. بالنسبة للعجينة غادي تشوفوا معايا كيف غادي تكون، غير هي خصها تكون شوية مطلوقة. هذه هي العجينة اللي كنتحصلوا عليها، راها كتكون رطبة، كتكون رطبة بزاف. صافي هنايا غادي نقسموا العجينة على زوج وغادي نقول لكم شنو غادي نضيفوا عليها. غادي ناخدو النصف الاول، غادي نضيفو له معلقه صغيره ديال الزبده. ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني خليوها قبل جبدوها من الثلاجه قبل، خليوها باش تطلق مزيان. صافي غادي نضيف واحد المعلقه صغيره على العجينه اللي عندي الاولى. غير واحد الحاجه ضروري في اي بريوش انكم ملي كتضيفوا الزبده، العجينه كتحسوا بها بحال ليله تقطعات بحال هذا الشكل هنايا، راه تقطعات العجينه. ولكن ما تخافوش منها نهائيا، كملوا اللمان ديالها حتى غادي تحصلوا عليها بهذا الشكل، فراه كتجي رطبه وكتجي زوينه بزاف. صافي هنايا ساليت العجينه الاولى، غادي نمشيو للعجينه الثانيه اللي غادي نضيف لها هي حتى هي معلقه صغيره ديال الزبده. وغادي نزيد نضيف كاكاو المر. بالنسبه كاكاو المر غادي نضيف في الاول تقريبا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. من بعد الا شفت العجينه مازال كانت خاصها كاكاو المر فانا غادي نزيد، يعني كتبقى كنزيدوها شويه بشويه. صافي غادي نلمو العجينه بهذا الشكل هذا. انا من الاحسن درتها فوق من سطح العمل باش تساعدني انني نلمها. صافي غادي نبدا كنلم العجينه، وانايا كنشوف الا كنت محتاجه الكاكاو المر فانا غادي نزيد. صافي هنايا هذه هي العجينه ديالنا كما كتشوفوا راه كتكون رطبه. انا كنأكد على العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه. صافي هنايا غادي نخلي العجينه ديالي على جنب، غادي نغطيها بالبلاستيك. لا العجينه الكحله ولا البيضه نغطيهم بالبلاستيك، ونزيدو نغطيهم بشي منديل اولا فوطه باش نخليوها تخمر لينا ونرجع معاكم. هنايا من بعد ما خمرت لينا العجينه شوفوا شحال كتجي زوينه وكتجي منفوخه. كنأكد على العجينه، شوفوا شحال كتكون مطلوقه، يعني العجينه اولا البريوش ديالكم باش يجيكم زوين ويجي فيه ديك الخفه انه خص العجينه تكون رطبه. انا كنأكد على العجينه تكون رطبه واحد شويه كتلتصق باليدين ماشي بزاف، ما تكونش قاصحه. هذه هي الا شفتوا العجينه كانت رطبه فتأكدوا 100% بان البريوش ديالكم غادي يصدق زوين. صافي هنايا كنبدا كنخوي الهواء اللي في العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ العجينه البيضاء هي الاولى، غادي نحطوها في سطح العمل. غادي نرش شويه ديال الدقيق باش نقدر انني ندلكها بالمدلك باش ما تلصقليش، حيتاش كما قلت لكم العجينه راها رطبه. صافي راه في الساعه كتدلك، حيتاش رطبه راه راسها كتدلك. ندلكوها بالمدلك بهذه الطريقه.
صافي من بعد ما سرحنا العجينة ديالنا بهذا الشكل على شكل مستطيل، غادي نلويها على المدلك وغادي نحطها على جنب. من بعد غادي نجيبو العجينة الثانية اللي غادي ندير كذلك شوية ديال الدقيق. من بعد غادي ندلكها حتى هي على شكل مستطيل. بالنسبة للسمك ما غاديش تكون رقيقة بزاف وما تكونش غليظة بزاف. صافي غادي نلويها حتى هي على المدلك، غادي نحطها على جنب. هنايا غادي نجيب العجينه الاولى البيضه، غادي نحطها من فوق سطح العمل بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف من فوق منها العجينه ديالنا الكحله. من بعد ما غادي نضيفها فوق منها غادي نحاول انه الا كانت العجينه ما مقاداش، يعني ما واصلينش مع بعضياتهم، غادي نحاول نقادهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنحاول نساويها بالمدلك حيتاش كانت ما درنا عجينه فوق من عجينه واحد شويه غليظه، حاولت انني نزيد نسرحها شويه بالمدلك. صافي سرحتها بهذا الشكل هذا. الا كانت ما مقاداش قادوها مع الجناب بالموس اولا بالقطاعه باش يجيكم شكل مستطيل مقاد. هنايا غادي نجيبو الشكلاط ديال الدهن اللي كنديروه في الخبز، اي نوعيه نتوما عندكم غادي نضيفوه بهذا الشكل. ممكن تزيدوا تضيفوا قطع ديال الشكلاط مقطع اولا تضيفوا القوقاو اولا الكركاع، كيبقى لكم اختيار. انا اكتفيت بالشكلاط بحال هكذا. صافي غادي نبدا كنلوي بهذا الشكل هذا، غادي نبدا كنلويو العجينه حتى غادي نوصلوها للنصف. صافي هنايا كما شفتوا حاولنا بحال لانه دزنا شويه ديال النصف ديال العجينه، غادي نوقفوا. هذاك الطرف الاخر غادي نجيب واحد القطعه ديال البيتزا اولا الموس، غادي نحاول نقطع اشرطه بهذا الشكل هذا. ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش عاوتاني غلاط، يعني غادي يكونوا اشرطه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيكون الشكل ديالهم متوسط. صافي غادي نبدا كنلوي بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي من بعد ما كملنا الأشرطة اللي عندنا كاملة، غادي نكمل العجينة نكمل نلويها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فهي راها ساهلة الطريقة وحتى العجينة كتساعدكم حيتاش العجينة رطبة، فراها ساهلة ما كتعذبكمش نهائيا. صافي هنايا غادي نجيب واحد المول. ممكن تجيبوا المول بحال هذا اللي جبت انا، بحال هذا الشكل، اولا تجيبوا المول العادي. غير الا جبتوا المول العادي يكون هذاك اللي كيتحل مع الجناب. غادي ضروري ندهنوه بالزبدة ونرشوه بشوية ديال الدقيق. غادي نحط فيه البريوش ديالي بهذا الشكل هذا. ما عندكمش هذا المول العادي، غير يكون المول دائري وصافي. غادي تحطوا البريوش ديالكم بهذا الشكل هذا، غادي تغطيوه بالبلاستيك ومن بعد منديل وغادي نخليوه يختمر ونرجع معاكم. صافي هنايا من بعد ما اختمر كيتضاعف الحجم ديالو على 3 د المرات ماشي على زوج، كيتضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا. هنايا غادي ندهنوا البريوش ديالنا. بالنسبة للدهن غادي ندهنوه بأصفر البيضة اللي كنا درنا الأبيض ديالو في العجين. الأصفر غادي نزيد نضيف له قطرات من الخل. صافي غادي ندهنوا البريوش ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي ندخلوه الفران على درجة الحرارة 170. الناس اللي عندهم الفران العادي غادي تدخلوه الفران. النار ضروري ما تكون نار مهيلة. كما كتشوفوا دائما كنحاول انني نقولها لكم، لا في البريوش ولا في الكيك ضروري النار تكون مهيله. ندخلوها الفران حتى غادي تشوفوها طابت وحمارت بهذا الشكل هذا وكنخرجوها من الفران. راها كتجي زوينه بزاف. مباشره ملي كتخرجوها من الفران كنحاول انني نجيب موس نحلها مع الجنب بهذا الشكل كما كتشوفوا باش ما تلاصقش. صافي كنقلبها في الطبسي ديال التقديم اللي غادي تقدموها فيه. راها كتجي زوينه بزاف وكتجي خفيفه بزاف. تبعوا المقادير اللي قلت لكم وتبعوا الطريقه والشرح كامل اللي قلت لكم. شوفوا شحال كتجي خفيفه وكتجي زوينه وهشيشه. انا متاكده الا جربتوا هاد الطريقه غادي تعتمدوها وتولي معتمده عندكم وما غاديش تبدلوها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. نتلاقى معكم في وصفه جايه ان شاء الله. بسلامه عليكم.